واحنا طالعين في الاسانسير في ست ومعاها ولد، ايه ده ممكن اتصور مع حضرتك وبتاع؟ اتفضل. قلت له انت شكلك اسمك محمد. قال لي لا انا اسمي حسن. فدخلنا المقابله، فبقول لها اسم الكاركتر ايه؟ قالت لي حسن. هي حسن. في ايه؟ عايز حاجه؟ ايه اللي عايزه ايه يا حسن؟ انت قلت انك عايزني. انا موافق. موافق على ايه؟ بتهزر؟ موافق على الشغل بجد؟ انت عملتي ايه؟ والله ما عملت كده ازاي؟ انا ما كنتش ناوي اعمل رمضان السنه دي، بعدين اديت املي سالي فايز قال لي تعالى نقعد، عايزين نقعد مع رنا بوريش وخالد الحلفاوي نسمع منهم كده. واحنا طالعين في الاسانسير في ست ومعاها ولد، ايه ده ممكن اتصور مع حضرتك وبتاع؟ قلت له اتفضل. هو بيصورني او احنا بنتصور. قلت له انت شكلك اسمك محمد. قال لي لا انا اسمي حسن. فدخلنا المقابله واحنا قاعدين، فبقول لها اسم الكاركتر ايه؟ هي بتحكي وابتدى يعجبني الحكي جدا جدا، فقالت لي حسن. فانا وسالي بصينا على بعض كده، اللي هو في حاجه هنا. حسيت ان هو ده اللي انا عايز اقدمه السنه دي. ما انا مش هعرف انام وانتي زعلانه. لا هو انت كده كده ما بتعرفش تنام، فما تلبسهاش فيا. الارق اكيد انا عديت بيه، بيتهيألي ما فيش فنان ما عداش بموضوع الارق المزمن ده فتره من حياته اتليست يعني. وطبعا بالكلام مع خالد الحلفاوي مع رنا بوريش الكاتبه، احنا نعرف نلاقي ان احنا بنتكلم عن واحد عنده ارق مزمن، بس في نفس الوقت احنا مش بنتكلم عن مسلسل كئيب او مسلسل بيناقش الحته دي بس. يعني هو الراجل ده عنده الارق ده، بس هو بيتعامل في المجتمع عادي يعني فانكشنال، بس هو مع نفسه مش مبسوط او عنده ارق مزمن بيحاول ما يطلعوش لحد يعني. وده موجود كتير قوي، بتصدر زي ماسك معين كده وبتعيش بماسك تاني خالص قدام الناس. في ناس كتيره ممكن تحب تتفرج على الحاجه دي، وبنناقش حاجات كتير قوي فيها. الفورمولا كلها بتقول ان احنا عاملين حاجه كويسه، سواء الكاتبه والمخرج والابطال وشركه الانتاج وكل العوامل والتوقيت والعمل نفسه. الحمد لله التوقعات هايله ومبسوط بيها جدا جدا جدا، وفرحان. كل شويه امي تبعت لي سكرين شوت، ووالدي، اصحابي، اهلي. فسعيد جدا 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 بردود الافعال، والحمد لله بتفرق جدا ان احنا ردود الافعال دي بنشوفها واحنا لسه بنصور. والله انا كويس يا دكتور على فكره. هل ده منظر واحد عنده اكتئاب؟ الفن مسؤوليه مهمه جدا، ما ينفعش اخدها كده اعتباطا واقول حاجه عشان الناس وهيشتغل في رمضان. لا، لازم يبقى فيه، مش شرط تبقى حاجه بنقدمها يعني 100 وش. ما كناش بنقدم حاجه غير الترفيه والانترتينمنت او الضحك واللذاذه، بس اقدمها بشكل سوي، اقدمها بشكل صح يليق مع الناس ويليق مع الثقافه بتاعتنا. ده بالنسبه لي اهم شيء قبل ما ابتدي اقول العمل ده عايز اعمله. فطالما الحاجات دي بتتحقق في العمل اللي انا بيبقى جاي لي، اللي بيبقى غالبا بمعظم الوقت بيبقى جاي لي غير متوقع خالص، لا المخرج ولا العمل. يعني السنه اللي فاتت كان الاستاذ تامر محسن في قلبي مفتاحه، برضو ما كنتش هعمل رمضان، واستاذ تامر كلمني وانا فاكر كنت في لندن بتمشى في الشارع، فكلمني اسا انا عايز اقعد معاك. انا قلت له احتمال ما اخشش رمضان. قال لي وانا كمان احتمال ما اخشش، طب ما تيجي نقعد. فلما قعدت معاه قلت ايه ده هو ده اللي انا عايز اعمله، وقريب قوي من حاجه انا بفكر فيها ليها علاقه بالطبقه دي. ف الحاجات بتمشي معايا كده، وسعيد انها بتمشي معايا كده. في الاخر والاول هتبقى في معايير معينه دايما هتبقى في دماغي الاول قبل ما ابتدي اشتغل على الموضوع.